السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواجدكم بفلون نتاع السنيوه. حنا دايرين فلون في رمضان، لكن علاش ما نديروهش بهذه الطريقه؟ طبقه تاع لو بسكوي الفلون والكراميل جا تحفه تحفه تحفه. ها هي السنيوه اللي درتها، يديروك 9 حبات يعني ما شاء الله. يلا تبعي معايا للاخر تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذا لو فلون تاع نهار اليوم. اول حاجه نبدا بها، هنا حكمت علبه كامله تاع بسكوي طحنتها في الاشواق. استعملت انا اليوم ماكاو ذوق الشوكولا، يعطينا ذوق هايل في التحليات نتاعنا. راح نحكم لها مارغرين وندوب كميه. شحال راح ندوب باش تكفيني في هذيك العلبه نتاع لو بسكوي؟ راح ندير 125 غرام، بين 100 و 125 غرام نتاع لا مارغرين، نديرها تذوب. من بعد ما ذابت نفرغ على داك لو بسكوي كامله، يعني 125 غرام في علبه راح تجينا سوا. نخلطهم مليح مليح حتى يترمل لنا، تحسي اي حبه تاع بسكوي تغلفت لنا بلا مارغرين دايبه. نخلطهم مليح مليح. من بعد واش راح نديرو؟ راح نحكم امول فيه 23 على 23 سنتيم، نفرغ فيه هذاك لو بسكوي كامل لداخل. نديرو كامل الكميه اللي عندنا، ماشي راح يجي يعني خشين. ما ملي عندك مول كبير عليه ديري نفس المقادير. نسوي له كامل الوجه نتاعو اللي كبير عليه، يعني 25 على 35. من بعد هنا نسويه، هنا نستعمل هذه تاع الكسره تنفع بزاف الخدمه. اذا نسوي له الوجه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، ونخليه على جهه حتى يعني يتماسك. من جهه اخرى عندي هنايا ريتله تاع الحليب يكون درتها في كسرونه، اللي راح نزيد عليها 2 كيس تاع فلون ذوق كراميل، تقدري ديري ذوق فاني. الكيس فيه 50 غرام، انا راح ندير زوج يعني تاع ريتله تاع الحليب. كيما تقدري ديري الكيس تاع اللي يجي فيه 100 150 غرام تاع ريتله حليب. المهم حنا نديرو قيس الريتل تاع حليب. راح نزيد عليهم 3 مغارف كبار نتاع لا مايزينا معمرين. شفتو كيفاش معمرين؟ نديرهم كاملين. ونزيد عليهم 3 مغارف كبار نتاع السكر. انا بالنسبه لي الحلاوه راح تجينا سوا، لكن يحب الحلاوه اكثر تقدري تزيدي. نخلط كل شيء بارد في بارد، من بعد باش نحطه فوق النار. ودائما تخلط فوق النار، تبقاي تخلطي ما تحبسيش كامل تخلط هكذا باش يعني ما يتكتلناش، ما نديرناش دو غرومو. هنا راهي بدات تختار لنا الكريمه نتاعنا، بدات تثقل، تغلي لنا غليه زوج باش نطفو عليها. ها هي معنا هنا. من بعد ما غلات راهي تبان راهي تغلي، لازم تغلي باش المايزينا طيب والمفعول تاع الفلون يخدم خدمته. نطفو عليه ونديرو له مغرفه صغيره معمره مليح نتاع لافاني، ولا عندك الاكستري تاع الكراميل ديريه. تخلطو كلش مليح ونفرغو فوق طبقه تاع البسكويت اللي درناها غير بالعقل. نفرغو كامل الكميه اللي درناها بهذه الطريقه. نسوي له الوجه نتاعو ونخليه هكذا في البلون دو طرافاي تاعنا حتى يبرد، يولي يعني درجه حراره الغرفه تاعنا غير في الكوزينه بلا ما ندخلوه للفريجيدير. اذا نخلوه يبرد على جنب. من بعد ما بردت لي يعني خليتها غير هنا في الكوزينه ماشي درتها في الفريجيدير، نخلوها هكذا في البلون دو طرافاي حتى تبرد لنا. هنا من بعد واش ندير؟ عندي هنايا كاس الا ربع نتاع السكر اللي راح نديرو في الكسرونه، ونديرو فوق النار تكون قليله، الكسرونه تكون ثقيله. جهه اخرى عندي هنايا كاس الا ربع تاع الماء اللي راح ندير فيه مغرفه كبيره نتاع لا مايزينا ماشي معمره بزاف بهذه الطريقه، وندوبها في هذاك الماء بارد في بارد بهذه الطريقه. كي يكون الكراميل يذوب ما تمسوهش كامل بالمغرفه، نخلوه هكذا نحركوه غير هكذا بالعقل ونردو بالكم يتحرق. الا تحرق ضاع لك الكراميل تاعك، يجي نمر وما يجيش بنين. شوفوا انا مازال ما نديرش المغرفه، نخليه يزيد يذوب شويه. دوك نقدر ندير المغرفه تاعي، نخلط هذاك السكر هكذا كامل كي يبقى لك غير شويه الفوقاني ما دابش،
باش ديري المغرفه. هنا راهو داب لنا، نخليه يزيد يذوب. راح تلاحظوا انه السكر مازال ما دابلناش مليح، نخليه حتى يذوب كليا. بعد ما داب كامل السكر ندير هذاك الكاس تاع الا ربع تاع الماء اللي درت له مغرفه ماشي معمره بزاف تاع لا مايزينا. رايحين نلاحظوا انه الخليط تاعنا راه يتحجر عادي. نقص النار تماما ونبقى نخلط غير بالعقل. لازم تنقصي النار حتى يعاود يذوب ونحصلوا على القوام اللي رانا نحوسوا عليه. اذا ها هو الخليط نتاعنا، نطفي عليه ونفرخها فوق الديسير نتاعنا. شوفوا اللون تاعها شحال يجينا شباب، يجي هايل. يعني في هاد السنيوه راح تكفينا كاس الا ربع نتاع السكر. وإلا درتي السنيوه الكبيره خلي نفس المقادير الكراميل، ديري كاس سكر وكاس تاع الماء مع مغرفه كبيره نتاع لا مايزينا. اذا نمشيها كامله على الوجه. باش نزين هذا اختياري ماشي شرط. انا درت شوكولا ليطالي عفوا، راح نزين بها. ندير هكذا خطوط، ندير خطوط كما سبق وذكرت اختياريه شوكولا ليطالي. من بعد هنا واش ندير؟ نحكم ان كوردون وندير خطوط العكس الخطوط الاولى هكذا تعطينا شكل شباب. اذا بعد ما كملت هنا واش راح ندير؟ راح ندخلو فريجيدير حتى يبرد تماما، على الاقل 4 سوايع. نديرو يبرد مليح من بعد باش نقسموه ونقدموه. من بعد ما خليته برد مليح، لازم يبرد مليح هكا باش يجيكم بنين ويشد روحو. دوك رايحه نقسمو هاد لو بلا تاع 23 على 23 يعني راهو مربع، راح نقسموه على يجينا 9 حبات. اذا نقسم حتى لتحت لانه من تحت راه كاين البسكوي، لازم توصلي الموس للتحت. ونزيد نجوز على الطرف كاملين هكذا باش كي نحي الحبه يعني ما نصيبهاش لاصقه. دوك نسيي كيفاش نحي حبه، لانه الحبه الاولى دائما نريسكو بها. في الطرف نخاف نخسرها، احسن حل اني نبدا من الوسط. يلا بسم الله وان شاء الله ما تكسرليش. اذا ها هي معنا، نتاكد انها لو بسكوي مقسوم هكذا، شفتوا؟ لكن لو كان رفدت من الطرف رايحه نخسرها. احسن حل انك ترفدي الفلون تاعك هو من الوسط. اذا ها هو معنا، شوفوا لي شحال جا الشباب، جا تحفه. الوصفه تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده. شوفوا داك الفلون شحال جانا شباب ويجي شاد روحو، يجي هايل مع داك لو بسكويت تاع الشوكولا اللي درناه ثاني راح يزيد له بنه تحفه. ها هي السنيوه اللي عملتها لي. مثلا كنتو غاشي بزاف واش ديري؟ تقطعيها مستطيلات كيما هذه، 9 حبات تضربيها في 2 راح تطلع لك 18 حبه. هنا الانسان لازم يخمم شويه كيفاش تقسمي الحلوه نتاعك. الا كنتو عائله قليله وتحبوا تاكلوا تحليه بزياده ديري هكذا مربعات اكبر. اذا راح نقسموا امامكم باش تشوفوا عن قرب كيفاش جانا هذا لو ديسير. يعني على بالي بالعائلات الجزائريه في رمضان دائما كاين الحليب ودائما كاين الفلان. نزيدوا هذيك شويه تاع لو بسكوي وشويه تاع الكراميل على الوجه وحنا درنا احلى تحليه. اذا بسم الله. تحفه. هذاك لو فلان طري ومن بعد توصلي هذاك لو بسكوي مقرمش بالزبده. هايل هايل هايل. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه، راني متاكده انها حتنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وبالصحه وفطوركم.